هو ينفع سماعه ب 50 دولار تنافس سماعه بضعف ثمنها وتكسبها في حاجات كتير كمان؟ ولا مش 50 دولار، 50 دولار ده اقل من 2000 جنيه حرفيا. فهنجرب النهارده الفاي فاين اتش 9، سماعه اقتصاديه من شركه في فاين، وادائها صراحه ما يقولش انها بالسعر ده، وهقول لك سعرها وتشتريها منين، فخليك معايا للاخر. مبدئيا تجربه السماعه كصوت مش هعرف اوصله لك زي ما انا سامعه بالظبط، بس هحاول على قد ما اقدر. بس اللي هعرف اوصله لك دلوقتي هو تجربه المايك بتاعها. فتعالى نلبسها كده ونشوف ايه نظامها. فده صوت مايك السماعه نفسه من غير اي تعديلات. انا شايف ان الصوت جامد واحسن من سماعات اغلى بكتير. الصوت بيكون طالع قوي ومجسم، وغير كده المايك بيبقى قريب من بقك وانت بتتكلم، فالصوت مش هيضيع، الصوت هيوصل لو بتلعب او بتتكلم مع اي حد عن طريق السماعه. سيبك من المايك دلوقتي وتعالى نشوف السماعه نفسها بقى. فبتيجي في العلبه دي، والعلبه ما بيكونش فيها حاجات كتير، فكتيب التعليمات غالبا مش هتقراها، والاكسسوارز ودي بيكون فيها كل الاكسسوارز اللي بتيجي مع السماعه، وهقول لك ليه في وصلتين دلوقتي. وفي المايك طبعا بيجي منفصل بالشكل ده وبتركبه في السماعه بنفسه، وبتلاقي السماعه نفسها بقى. ومن اول بصه كده ما لقيتش ار جي بي. يا اخي راحه نفسيه والله. انت متخيل تبقى بتلعب مثلا او تمنتج وراسك بتنور؟ مش منطقيه والله. وليه كميه الار جي بي دي كلها؟ ليه تبقى قاعد على كرسي بينور؟ السماعه دي تصميمها بسيط ومن غير ار جي بي، ولوجو في فاين الابتسامه ده مرسوم على السماعه كده، وكمان عندك علامات تقول لك السماعه دي الشمال ولا اليمين عشان ما تلبسهاش غلط. والسماعه نفسها بلاستيك بس متغطيه بالجلد وخفيفه كده، ومش هتحس انك لابس حاجه تقيله على دماغك، وغير كده خاماتها كويسه وهتستحمل معاك عادي خالص. وفي منها 3 الوان عشان تختار اللون اللي يناسبك. في الابيض والرمادي ده ولا البينك، معرفش اسمه ايه، بس هو مش للرجاله يعني عامه. وفي اللون الاسود اللي معايا ده يعتبر هو احسن لون انا شايفه يعني. بس في حاجه تانية احسن، عارف ايه هي؟ ما فيهاش ار جي بي. بس برضه لو انت مقتنع بفكره الار جي بي دي وعايز سماعه بتنور والكلام ده كله، فهتلاقي برضه في فاين اتش 6، فهتلاقي فيها ار جي بي، وكمان في فرق ما بينها وما بين السماعه دي في شويه حاجات بسيطه كده، بس يعني تعتبر نفس الكلام وفيها ار جي بي. نور يا عم. بالنسبه للوصلات اللي معاها، فانت عندك وصله السماعه نفسها اي او اكس 3.5 مللي، وعندك ده بقى يعتبر هو الساوند سيستم بتاع السماعه كلها. دي عباره عن وصله ثانيه منفصله وبتتركب في الوصله بتاعت السماعه الاساسيه، والوصله دي بتكون منفصله في الاتش 9 اللي معانا النهارده، بس بتكون متحده كده وماسكه في بعض في الاتش 6 الثانيه. المهم انت هتوصل ال 3.5 مللي بتاع السماعه في المكان بتاعها في الساوند سيستم ده، وكده انت بتلاقي وصله السماعه اتحولت معاك ليو اس بي، وغير كده بتطول معاك اكتر فبيكون طولها مترين. ولما تركب بقى التحويله دي فهتاخد كذا ميزه كده عن طريق الجهاز الصغير ده، زي الصوت المحيطي 7.1. يعني ايه الكلام ده؟ فالسماعه لو هتشغلها لوحدها على طول عن طريق 3.5 مللي فهتديك صوت ستيريو عادي، صوت حلو ومقبول وكل حاجه. عايز بقى انت تعلى بالمستوى شويه وتاخد صوت محيطي 7.1، فركب الجهاز ده بحيث مثلا لو انت بتلعب او بتتفرج على اي حاجه هتكون عارف الصوت ده والحركه دي جايه لك منين، وهتحس انك جوه اللعبه معاها. فالسماعه دي استخدمتها في المونتاج، وعارف انت بقى صوت الوش ده اللي هو بيبقى فيه زوم كده مثلا، فسمعت الصوت ده بيها وبصراحه كان مرعب يعني، بس ما خفتش طبعا يعني، واكتشفت ان انا اللي مشغله بعد ما سبت الاوضه وطلعت. فالصوت المحيطي ده شغله لو بتلعب، بتشوف فيلم، اي حاجه من الحاجات اللي انت عايز تحس انك معاهم في الحاجه اللي هم بيعملوها. انما لو بتسمع موسيقى بتمنتج وما اعرفش ايه، فانا بصراحه ما حسيتش ان هو حلو قوي يعني، فاستخدمه في استخداماته احسن. ومن الجهاز ده برضو تقدر تتحكم في صوت السماعه تعليه وتوطيه، وصوت المايك تعليه وتوطيه من هنا برضو، وغير كده تقدر تعمل ميوت للمايك وتشغله من هنا برضو، وطبعا تقدر تشغل 7.1 برضو من هنا. من الاخر التحكم في السماعه كلها من هنا. وبس عايز بقى اسمعك صوت السماعه، بس ما اعرفش ازاي بصراحه. فتعالى مثلا كده اجرب اشغل فيديو ليا ونشوف صوتها برضو. فده صوت السماعه كده من غير تفعيل الصوت المحيط. 4 ل 6000 جنيه، وتاني حاجه من 6000 لغايه 8000، ومن 8000 لغايه 10000. كل فئه من دول هقول لك على الموبايلات اللي عاجبني فيها، وغالبا بيبقى موبايل او اتنين ففي حدود ال 4000 كده. وده لو شغلنا الصوت المحيط. الانفينكس سمارت 8 والريلمي نوت 15 والريدمي اي 3. من الثلاثه دول انا اخترت واحد اللي هو الريلمي نوت 15. صوت ممتاز بصراحه، بس انت برضو مش هتعرف تاخد نفس التجربه غير لما تجربها بنفسك. وفي الاغاني البيز بيكون قوي ومظبوط، وفي الالعاب انا مش احسن واحد يقول لك تجربه الالعاب، بس كل اللي جربها قال عليها حلو. وفي حاجه كمان انا جربتها الاسبوعين اللي فاتوا دول وحقيقي صوتها حلو يعني. انا معظم الوقت كنت عامل صوت على 50%، ده لان صوتها عالي، وحتى لو عليت الصوت للاخر فما بيفقدش تفاصيله، بس برضو قلله عشان تاخد صوت نقي اكتر. وغير كده لما بتعلي صوت السماعه فالصوت بيطلع بره وممكن اللي جنبك يسمعه. ما اتكلمناش عن المايك بقى، بس المايك بيجي منفصل زي كده وبتركبه في السماعه بنفسك في المكان بتاعه، وسماعتك صوته في الاول وصوته كويس يعني، والسماعه خامتها كويسه، وبالنسبه للجلد اللي عليها ده مش سهل ان هو يتقشر بسهوله، وهي هتستحمل معاك وتقدر تخليها على مستوى راسك من اللي هنا كده عادي. بس انت شايف السلك اللي طالع منها ده رخي، ولو اتقطع فالسماعه كده تعتبر ضاعت منك. فحاول لو هتجيبها انك تمسكه في جنب السماعه كده، وما تقعدش بقى تطلع وتشد البتاع ده عشان ما تتقطعش منك. فبس ده كان كل حاجه بالنسبه للفي فاين اتش 9. السماعه تقدر تشتريها لو انت عايز سماعه اقتصاديه خاماتها حلوه وصوتها كويس، يستاهل اكتر من سعرها، والمايك بتاعها جامد برضه. سعرها كام بقى؟ فسعرها هو هسيب لك كل اللينكات اللي تقدر تشتريها منها في الوصف تحت الفيديو، فتقدر تشتريها من علي اكسبريس او من ويب سايت الشركه نفسه. ولو عايز تعرف اي تفاصيل عنها اكتر فاكتب لي في الكومنتس تحت، او كلمنا على الانستجرام وهسيب لك اللينك في اول كومنت. وبس كده، اشوفكم في فيديو جديد. السلام عليكم.